هذه الحلقة الثالثة من ملخص بريكن باد الموسم الثاني. رابط الحلقات اللي دازو غتلقاهم في الديسكريبشن. خليناها ملي جيسي طلب من صحابو يتوسعوا في احياء اخرى بغيت المخدرات. المضعبل في الاول شك فيه بلي بوليسي، ولكن صاحبنا بين ليه بلي ماشي بوليسي وقنعو يبيع عليه. جبد المخدرات من طارو الزبل، عطاه الكميه اللي طلب وخدا الفلوس. المسلوت زاد شويه، من بعد رجع جبد السلاح وقال ليه معاك البوليس. جاو صحابو مينطوه وداوه. في الجهه الاخرى غيكون جيسي وديك البنت يلاه فاقوا، طلب منها يكميو المتصل بكامبو وسولوا عليه، وهنا غيتصدموا ملي غيقول لهم بلي تشد. غيكونوا كيحقوا معاه ودخل وولتر عطى لسول الشيك، تما قال لي ولد خوك شادين مكافحه المخدرات والهدف ديالهم يوصلوا لاكبر صانع مخدرات. قالوا لي صاحبنا عرض عليك 10,000 دولار وانت ما بغيتيش تشدها. قال لهم ما بغيتش نريسكي حيت ما كنعرفوش. وهما كيهضروا بدا وولتر كيكحب، تما عرف سول باللي هو اللي جا عنده وابا فكر ورد عليا. من بعد خلاه تما ومشى. النهار الاخر دار وولتر التحاليل ورد البال بلي السرطان انتشر بزاف. سالا ومشى عند سول وهما كيهضروا على غسل الاموال اللي كيدخل. سول وولتر شحال مازال ليه ويعقدهم. قال لي وولتر على حساب داكشي اللي شفت اليوم شي اسابيع قلال. في الجهه الاخرى فاق جيسي مع صديقته الجديده وهي كتوجد الفطور صونا وولتر. جات جيسي كيجري وجاوب، قال لي وولتر بلي غيرجعوا للطبخ وخاصو يشري شي حوايج غيحتاجوهم. جيسي ما بغاش حيت كان داير مع صديقته يمشيو لشي متحف. قال لي وولتر الميتلامين قريب يخسر، الا كنتي قادر تسرق برميل اخر سير للمتحف. هنا جيسي ما لقى حتى حل ووافق. من بعد كيبان وولتر في المطار كيودع سكايلر، قال لها بلي غيمشي يشوف امو، سلم عليها ودخل. غير هي مشات وهو خرج. داز مورا جيسي بالكرافان ومشاو يصنعوا الميت. بقاو شي 4 ايام وهما كيطبخوا ليل ونهار. في الاخير لقاو راسهم صنعوا كميه غتعطيهم 700,000 دولار للواحد. جمعوا الماتيريال وبدلوا حوايجهم، وملي بغاو يديماريو الطوموبيل لقاو الباتري خاوي حيت جيسي نسى الكونطاك لاصق 4 ايام. صاوب وولتر واحد الدار باش يشارجيو الباتري. بدا جيسي كيحاول يديماري المولد ولكن ما قدرش. جمع الجهد ديالو كامل وجبد. ديك الساعه تفرقع المولد وشعلات فيه العافيه. مشى وولتر كيجري يجيب الطفايه وعاوتاني الحمار ديال جيسي هز اخر كميه ديال ما بقات عندهم وخواها على المولد. خسر المولد وحنسرهم في الماء. اتصل جيسي بصاحبه يجي ياخذهم ولكن طفى ليه التليفون قبل ما ينعت ليه الطريق. صاوب وولتر دار اخرى، بقاو النهار كامل وهما كيعمروا الباتري بيديهم. طلع جيسي ديماري دور الساروت وهاد المره ديمارات، ولكن اللي منحوس داز غير شويه ديال الوقت وسكتات مره اخرى. جيسي كان مدمر وولت كتر منه. طال جيسي حداه ما لقاش وولتر، خرج برا بان ليه طايح. مشى كيجري عنده لقى كيكح الدم، وهنا عرف بلي ساعته قربات. دخلوا جيسي وكان سلم امره، بقى متكي وفاقد الامل بلي مازال غيعيش. في هاد اللحظه بدا جيسي كيغوت عليه وكيقول ليه ياك انت ذكي وكتفهم في الكيمياء، صنع لينا شي تليفون ولا شي باتري، المهم اي حاجه تخرجنا من هاد الخلا. هنا وولتر طاحت عليه فكره يصنع باتري. طلب من جيسي يجمع ليه اي حاجه فيها الزنك. دار التخليطه العجيبه وصنع باتري. بغيت نقول لكم كي دار ليها بالتفاصيل خفتكم ما تفهموش، وهي في الصراحه حتى انا ما فهمتش. سدوا على داكشي في واحد البواط، لصقوا الكوسات وطلعوا يجربوا. دور وولتر الساروت واخيرا ديمارات من بعد معاناه. رجعوا في حالهم. وصل جيسي وولتر للمطار ودعوا وعدوا باللي غيعطي لعائلته الفلوس الا وقعت ليه شي حاجه، وغيبان باللي ولات بيناتهم واحد العلاقه ديال اب وولده. رجع عند عائلته ومشاو مجموعين عند الطبيب. تما سمع وولتر اخبار كتفرح، قال ليه بلي السرطان ديالو استجب للعلاج بنسبه 80%، ولكن هادشي ما كيعنيش بلي تشافى حيت العلاج في المرحله الثالثه كيكون غير باش ياخر الوفاه ديال المريض. من بعد هادشي تلاقى وولتر بجيسي وقال ليه هاد الاخبار. جيسي فرح بزاف وسولو كيفاش غيكملوا الخدمه. قال ليه وولتر نتسناو بين ما نبيعوا داكشي اللي صنعنا وديك الساعه ممكن نحبس التجاره في المخدرات. النهار الاخر فاق جيسي طيب الفطور، فطر هو وصديقته وجلسوا يكميو ويهضروا. في هاد اللحظه سمعت باها كيدق، بدلات حوايجها ومشات كتجري. دخلت من الباب اللور وفتحات ليه وهما كيهضروا. خرج جيسي وسلم عليه. هنا غتنكرو وغدير براسها عمرها عرفاتو. قالت لبا هذا الكريج جديد. من بعد سمحات فيه ودخلات. في العشيه غيكون جيسي كيتكيف حتى غيسمع الدقان. فتح الباب وكانت جين. سول على داكشي اللي دارت معاه قبيله، قالت ليه باللي ما بيناتهم والو وما كاينش لا تعرفوا على باها. جيسي ما عجباتوش الهضره ديالها، سمح فيها وخرج. ركب في طوموبيلته ومشى. في الجهه الاخرى غتكون سكايلر خدامه حتى غيبان لها المدير خارج. غوتات ليه وبقاو كيهضروا شويه وغيبان بحال الا بداو كيوليو قراب. في الجهه الاخرى رجعت جيسي للدار وكيبان في حاله خايبه. بقى كيكمي وكيدور في الدار. تما لقى جيني مخليه ليه ورقه كتعتذر. نرجعوا عند سكايلر. غيكون المدير خارج، شافته وطيحت الاقلام باش يرجع، وبالفعل غيرجع لعندها. علاش بغاتو يرجع؟ واش غتخون وولتر؟ شنو غيوقع بين جيسي وجين؟ هادشي كامل غنشوفه في الحلقه الرابعه من ملخص بريكن باد الموسم الثاني. ما تنساوش لايك كومنت وسبسكرايب لاشين يوتيوب. كان معكم يوسف، نتلاقاو في الفيديو الجاي. بيس.